اوكي سيداتي سادتي الكرام، اهلا بكم مشاهدي قناه ريو شو. معكم ريتشارد الكرام بحلقه جديده. الحمد لله على السلامه. اولا هذه اول نقطه لازم نتحدث عنها. نعم يا صديقي العزيز، الحمد لله على السلامه لكل مشجعين نادي برشلونه بالفوز اليوم على نادي التشي بعد معاناه من تضييع الفرص، بحيث كانت الاهداف المتوقعه 6 أو 7، ولكن برشلونه سجل فقط سالب 3 بالغلط اجت بالمرمى، والثلاثه هذه كانت هي فقط بعد ما ضيعوا يعني فريق تقريبا. شوف راشفورد ضيع سوبر هاتريك، فيران توريس ضيع فيران توريس ضيع يمكن 5 أهداف، رافينا ضيع هدفين، فيرما ضيع هدفين، يعني تحسبهم شويه الرقم دبل يصير. يعني اليوم الا شويه تقبط كيا كامله، يا كيا تقبط 12 نفر وتروح وين ما تريد بالعراق، تقبط درزن كامل، مو نص درزن كامل على فرصه ضيعوها. جنون اللي صار اليوم. فالف مبروك لعشاق برشلونه. لا حبيبي قول الحمد لله على السلامه. خلينا نشرب ماي، خلينا نشرب ماي. لا تحتاج يجي تسترخي. اولا مبروك الصداره، هاي اهم نقطه صارت اليوم. النقطه الثانيه جيبوا السوبر، جيبوا لاعب رقم 9، ما يراد العذاب بالمكان. لاعب رقم 9، لو يجيبون مو فلاهوفيتش، لو يجيبون لاعب من كوكب العطارد، لاعب رقم 9. لا دفاع ولا بطيخ، جلطوني يخرب بيتهم. اينشتاين لو تجيبه هسه، اينشتاين لو تجيب علماء الفيزياء، لو تجيب الكوكب كله تقول لهم تعال فسر لي شنو يصير مركز راس حربه، تعال قول لي ليش ليفانسكي يتعطب، ليش فيران توريس يضيع فرص. واحد يشتغل بالضغط العالي ويضيع، واحد ثاني ما يشتغل ولا شيء ويضيع. اخ يا ربي، اخ صبرني يا ربي، صبرني. شنو ضيعوا اليوم يا رجل، شنو ضيعوا اليوم؟ ومع ذلك جاتك اصابه لرافينا حصلت في الشوط الاول، زائد اصابه لكوندي، وما اعرف اذا لامين طلع منها السلامه صراحه. اخر لقطه شنو هذه؟ مباراة منين جايبي هذه؟ مباراة هربة من غير كوكب. هاي مباراة وقعت بالغلط وقالت يلا تعال نعذب جمهور برشلونة. اللاعبين حالفين يمكن شاتمين، واحد يشاتم الثاني، قال له هيجي اذا انت تسجل، ولا واحد ما يسجل. فليك الرجال اليوم الحمد لله ما انجلط، الحمد لله الرجال اليوم هو الاخر ما انجلط. يا رجل الله يساعده. هذول اللاعبين والله الا اخذهم ما بين شوطين دق كتد، جننوني. هاي هيك بالدوري، هاي لو كانت ابطال شو تسوون؟ والله فليك هذا كان وضعه. هسه راح اعطيكم شكل فليك قبل ما نتكلم حول الجوانب الفنيه. وضع فليك هذا هسه راح اعيدها لكم عم تعرفوها. موتني انا يلا روح عبد الله روح. المدرب خطيا انجلط هنا، المدرب انجلط هنا صديقي العزيز، الله يساعده. هذا اللي كان مصير اليوم اللي حصل بمباراة برشلونة، مباراة مجنونة هاربة من مكان آخر، لكن المهم هي في النهاية أكيد 3 نقاط سجل فيها توريس، سجل فيها راشفورد، سجل فيها لامين يامال اللي قدم مباراة خيالية. تيجي اليوم لاعبين 3 لازم تمدحهم. أولا ديونج قدم مباراة أسطورية اليوم، ديونج من صدق قدم مباراة أسطورية اليوم، كانت لعبته. وراح نشرح ليش فنيا، راح ندخل فنيا ما راح ننسى، ولكن كان لابد انه نترك هذه المقدمه عن شويه نرتاح ونطلع النرفزه اللي صارت في داخلنا، والتنرفز اللي صار في داخلنا من كميه الفرص اللي ضاعت. تتكلم انه ديونج اولا ولامين يامال، هذا الثنائي قدم مباراة مدوية تماما بمعنى كلمة في المباراة، قدموا كل مجهودهم، كانوا من الأسباب الرئيسية لفوز برشلونة اليوم بعد ما ضيعوا لاعبين آخرين تريليون فرصة حرفيا. تتكلم كذلك تروح حول اللاعب الثالث اللي هو بالنسبة لي من رغم ضيع رافينا لاعب هو واولمو يستحقون الاشاده وبقوه. اولمو ثاني مباراه دا يبدع في هذا المركز، واختياري لهذا المركز بوجوده مكان بيدري لم يكن مخطئ على الاطلاق، لانه عرفت امكانيات هذا اللاعب في نقل الكره الى الامام، من رغم احنا نفتقر لاعب اضافي في خط الوسط مكان فيرمين لوبيز. انتم تعرفون لو قلنا لاصدقائنا المتابعين شنو الفرق ما بين اولمو فيرمين لوبيز، اغلب جمهور برشلونه صار يعرف في كره القدم يقول لك مباشره اولمو اكثر ذكي بموضوع المساحات. حلوين، هاي خلاص لخصتها انت من الاخر. هاي النقطة بدنا نفتقرها في اخر المباريات. تشكيلة دخل فيها فليك اليوم كانت تقريبا هي تشكيلة متوقعة، ما كان هناك اي شيء غريب مع عودة فيران توريس من الاصابة. كذلك نتكلم حول رافينا وايضا لامين، ديونج، اولمو، فيرمين، كوندي، ماكو اليوم كانسيلو، وكذلك جيرارد مارتون. هذا شيء طبيعي، الرجال دا يبدع بكل مراكز دا يقدمها، من رغم اليوم كان عنده اخطاء، حقيقة كان عنده اخطاء، وهاي النقطة مال الدفاع خلاص هاي بعد ما تروح
ما اعرف صارت يعني نقطه مزعجه جدا انه مدى تروح على الاطلاق نقطه شنو اللي هو دفاع يسار. ما اعرف ايش وقت راح يحل هذه المشكله، او تكلمنا حول هذه النقطه وما اعرف. بالوسط هذه الاختيارات، فانت لازم تروح على واحد منهم. اليوم برشلونه اختار اولمو وجعل بيرنال، كاسادو وإيرجالسي كقلب دفاع. هذه كانت اختيارات فليك صراحه لو تجي عليها في المباراه في الجانب الفني، فهي مباراه برشلونه سحق إلتشي سحق كامل. يا رجل لو سجلوا هاي الفرص الشوط الاول تطلع انت فايز 6-0 وتريح اللاعبين وعندك مباراه الكاس هيجي، شوف هيجي تمخمخ بيها من الان. هم ضيعوها، هم صعبوها، ما كانت تستحق الصعوبه. راح اشرح لك الوضع كالتالي. مباراه إلتشي اليوم، إلتشي في اخر فتره بعام 2026 ولا فوز، هذه نتائجها 5 مباريات كلهم تعادل 3 وهزيمه 2. فاليوم راح يسترجلون وراح ياكدون انه احنا موجودين، يبذلون كل جهدهم، يلعبون مباراه نهائي مونديال بالنسبه لهم، هاي منتهين بينها. لكن تعال على الملعب، فإلتشي عمل كارثه بنقطه الضغط العالي. كانوا يلعبون بفكره الضغط رجل لرجل، ويا ريت كانت هاي الفكره مالتهم قويه. هاي الفكره تركت مساحات وشوارع وحدائق ومزارع ومزيد من الكثافه السكانيه في الملعب دون استغلال، لا عفوا باستغلال دون تسجيل. يجون يوصلون الثلث الاخير لاعبين برشلونه يحيرون بعمليه تضييع الفرص. وصلوا اعتقد الثلث الاخير 3 مليار مره، لكن كميه الفرص اللي ضيعوها كانت عجيبه غريبه يا رجل. يعني لو تعيد هذا السيناريو مليون مره ما راح يصير اللي صار بالشوط الاول ولا الشوط الثاني ببعض الفرص اللي ضاعت. كان كل قرارات صح، بناء اللعب صح، نقطه نقل الكره. اولمو جدا عجبني. اولمو اليوم اللاعب صراحه رغم الفرصه اللي ضاعت ما تعتمد على الحظ، ضربها بالقائم كان يستحق الهدف، او العارضه القائم ما صرت اضيع بينهم راسي راح. هنا النقطه اللي اتكلم انه اولمو دا يقدم جهود جدا كبيره بوجوده بكل مكان. لازم يعمل ثنائيه مع ديونج في الخلف بعمليه بناء اللعب، يروح مع خوان غارسيا بعض الاحيان، يروح مع قلوب الدفاع ويصعد الى الامام، يكمل الثنائيه مع فيرمين لوبيس مع رافينا. رافينا تواجده بالعمق صار لربما واضح بالنسبه للجمهور، وهي نقطه استخلاص الكره واعاده الكره بسرعه، وهذا ينجح فيها. لكن المشكله انت تفتقر لماذا؟ للاعب على الخط. اليوم بالدي مباراته كانت جيده الى حد ما، لو قارناه بالمباراه السابقه، لكن بدون استغلال. يعني بالدي كان عنده لمسات جيده بدون استغلال. لو رحنا من بدايه الشوط الاول يا رجل، لو تبدا من البدايه اول دقيقه كميه الفرص اللي ضاعت، فالشيء عجيب غريب. ديون كان اليوم هو لاعب بوكس تو بوكس، وهذا اللي اعطى مزيد من الابداع. هكذا المباريات يحب المساحات، وهو ديون نفسه تكلم انه انا احب هذه المباريات اللي يكون فيها اللعب مفتوح، تحس الدوري الانجليزي اليوم وليس الدوري الاسباني، على كميه المساحات كانت موجوده قليل ما تشوفها، لكن بنفس الوقت 5000 فرصه ضاعه. شوف هنا الضغط اللي صار رجل ضد رجل، هنا ضرب تماما كل فكره خط وسط إلتشي، وعمليه الضغط العالي كانت سيئه بترك مساحات. شوف هنا اوكي ضغط فيران توريس كان يبدا يلعب بشكل كبير في هذه النقطه، تروح عليها بالجانب الايجابي. فيران توريس كان دوره جدا مهم بهذه النقطه، اللي هو بهذه الكرات انا شفته اكثر مره دا يعرف كيف يتعامل معاها وياخذ الكره على حساب الوسط او المدافع. لكن لو تخلص منها فاكو كارثه. شنو هي؟ شوف اللمسه، شوف الروعه، وشوف تمريره اولمو اللي اعطاها بوم، اعطاها لفيرن، بالنهايه ضيعوها. يعني هذه طبعا ما كانت تسلل، انا عبالي تسلل في البدايه، ضيعها لامين. هاي بدايه هاي استفتاحيه كانت، هذه استفتاحيه. اول فرصه رهيبه اعطاه اولمو لفيرن لوبيس بشكل رهيب، هذه بدايه. وبدينا من الان عمليه خروج الكره ما كان صعب على الاطلاق مع الضغط. شوف من جديد بالدي كامل الحريه، صعوده بالكره كان ممتاز من جديد، نفس النقطه. شوف هنا تركز على هذا الثلاثي كيف اخترق خط وسط إلتشي اكثر مره. فيران توريس كان هذه النقطه جدا عاجبني فيها، لكن انهاء سيء. اذا تجي عليه من ناحيه الضغط، من ناحيه الخروج من الضغط مال إلتشي، لا كان ممتاز بهذا. شوف سلم الكره لرافينا وراح فتح مساحه مباشره، ورافينا هنا عرف انه راح ممكن يكون تسلل، ولكن هذا كان يمنح برشلونه كثير والكثير والكثير من اللقطات اللي فيها مساحات. الهدف اللي سجل برشلونه جاء كذلك نتيجه الجنون الموجود عند إلتشي، وفكرتهم في التسجيل والهجوم بملعبهم هي فكره مجنونه، ممكن اما يستغلوها او يدفعون ثمن عالي ويدفعوه اليوم. شوف هنا برشلونه استخلص الكره، ديونج استخلصها، ومن ثم اولمو اوري على التمريره، اوري كررها من جديد للامين يامال، قال له روح امام المرمى، امام المرمى يا صديقي العزيز، اعطاه كره ولا اروع ولا اروع.
شوف شوف، قال له روح، هذه لك، هذه لك. هناك بينا حار فيها، هذه كان المفروض يخرج، ولكن راوغ وضعها بالشباك. قلنا خلاص مباراة راحة 5 دقائق أولى رهيبة، الأمور جميلة، لامين دا يبدع بتمريراته، أولمو دا يبدع، ولامين دا يقدم مباراة كبيرة. بعدها قال لك لا، هنا خلي نجي نضيع المباراة كلها. بعد هاي اللقطة حدثت سيناريوهات غريبة عجيبة، تقريبا برشلونة ضيع مليار فرصة، وسجلوا إلتشي التعادل، يقولون حالة تسلل حسب أرشيف فار المدريدية، ولكن ما نعرف صراحة، ما متأكد منها. تتكلم مشكلة وسط برشلونة يا أخي العزيز، لو تروح على جانب دفاعي شنو هذا السبب؟ السبب راح أقول لك، هجوميا فريق ممتاز، لكن عندنا مشكلة بهيكلة الدفاع حاليا، خاصة بنقطة الوسط. شوف هنا برشلونة دا يتعامل على كتلة واحدة. شنو كتلة واحدة؟ برشلونة ما دا يدافع بمنظومه، برشلونه دا يدافع ككتله واحده، اي انه الكل يندفع للامام والكل يندفع نحو صاحب الكره، ويتركون لاعبين بقيه بدون اي تغطيه. يعني شوف هنا، هذا واحد راح، الثاني ديونج راح على، خلاص انتهى الوسط. وين خط الوسط راح؟ ركزي على خط الوسط وين هنا؟ هم كل من اولمو وديونج. هاي مشكله عانينا منها هوايه، هم جديد تم كسره راح، خلاص الطرف راح، لكن هاي الكره رجعها كوندي. هاي النقطة شنو سببها؟ اوكي انا معاك مليار بالمية انه اصابة بيدري تأثر وإلها تأثير كبير، هذا لا شك منه ولا بد انه نتحدث عنه. بالنسبة لنقطة ديونج، بيدري، كل اللاعبين موجودين، ما عندهم هذا البروفايل الدفاعي من الآخر. عملية ارتكاز الثنائي الموجودة في برشلونة هي عملية جيدة، هي عملية جدا إلها فائدة هجوميا، تعطي نوع من الموازنة دفاعيا، لكن بحذر. إذا ما كان اللاعب ذكي لدرجة مثل بيدري ومثل ديونج ويكون عندهم خبرة، يقعون في مثل هكذا مطبات. اليوم اولمو انا ما اقدر اطلب منه هاي الكرة صراحة، هو لاعب ليس دفاعي، هو لاعب ذو نوايا هجومية، واضح هاي النقطة. فمن تجي تطلب منه هاي الادوار راح يكون صعب. فهذه كانت ايضا نقطة عثر ونقطة سيئة بعدم وجود بيدري، واللي صح فريق ده يمشي الوضع، لكن تركت اثر كبير عند فليك والطاقم الفني وكذلك الجانب التحليلي. هاي نقطة يعاني منها برشلونة مشكلة كبيرة. هذه حلها نقطتين، اما تغير توزيع الرسم التكتيكي هذا اللي هو لاعبين الوسط يكونوا اثنين بهذه الطريقة ويتم الفوز عليهم بالوسط، او تروح لازم تعالج الامر من البداية، تترك عملية الضغط العالي متقدم بهذه الطريقة الجنونية اللي هو الدفاع المتقدم ومحاولة التسلل، لو تروح لاختيار اخير اللي هو لازم لاعبين من الامام يكون ضغطهم افضل بكثير ويطبقون الفكره ويساندون الدفاع. المشكله المطب الاكبر برشلونه دا يقع في مطب الحاله البدنيه او المشاكل البدنيه. واضح تماما انه الاصابه اللي صارت مع رافينا لربما قد تكون شد عضلي، ماكو اخبار لحد الان، الاخبار يا رجل ما موجوده، يقول لك ممكن هي اصابه عضليه ما اعرف او هو انزعاج، ولكن تبديل كان منطقي جدا انه هو برشلونه يعني كان مبلغ اللاعبين اي حاله انزعاج تبلغوا الاطباء وهم يقررون اذا تستمروا ولا لا، مو بكيفكم. فهذا الامر ايجابي جدا من ناحيه، ولكن بنفس الوقت اتمنى انه رافينا يكون تمام، لانه الرجل له تاثير كبير في عمليه الضغط بالعمق وعمليه الايقاع اللي يقودها رافينا، رغم ضيع فرصتين تقريبا بالشوط الاول، لكن الرجل جدا له اولويه واهميه. وراح نروح على بعض اللقطات توضح لنا شنو هاي النقاط. ما راح اعيد الحالات لان هي بالمليار صارت بالمباراه. عمليه الخروج من ضغط إيرتشي كان سهل للغايه لطريقه انت يمكن ما تفهمها مليار مره. شوف ايزي، شوف خلاص اولمو راح 1-2 مع فيران، فتح مساحه، جنون كان دا يطبق إيرتشي، تحسه اسوء من دفاع برشلونه بهواي. شوف هنا المساحات يتركوها يا رجل، كارثه كارثه. تلاحظ مطبات شوارع، كم لاعب حاليا ممكن يفوز بالسرعه عليهم، خلاص وفر نفسه هنا اكثر من لاعب. تلاحظ هاي النقطه كم صارت، بس ماكو تركيز يا رجل، عمليه التركيز كانت سيئه. تكلمنا حول ضغط رافينا، شوف رافينا هو لاعب يضغط باتجاهين، اما هكذا او هكذا، هذا الامر يخلي بعض الاحيان الفرص تكون افضل. شوف عمليه وجوده هناك كان ذكي جدا، ساهم بعوده الكره للاعبين برشلونه، لكن التعامل كان نوعا ما متاخر. قلت لك انه اولمو هذه مشكلته. فهذه نقاط كانت ايجابيه لبرشلونه، انه برشلونه وجد الفارق، برشلونه وجد الفرص. شوف هاي الفرصه اللي اولمو همنا ضيعها يا رجل، هذه همنا ضاعت. والري على الجنون صار اليوم، لو تعيده اقول لك مليار مره ما راح تفهم. القائم والعرض اليوم، وعندك يعني لامين والله تمريراته كانت رهيبه يا رجل. شوف هنا فيران توريس شلون ضيع، ما تعرف تلوم الحظ، تلوم العارضه والقائم بيها جني ما يطلع، ما اعرف، ما عاد دماغي فصل. اخر 10 سنوات برشلونه عبر 240 حاله بالقائم والعارضه، يا اخي شكو، يا اخي شنو عامليكم؟
تعالوا قول تعالوا خلينا نتفاهم، نقعد نتفاهم. هاي كيف ضاعت هذه؟ هاي لو تعيدها مليون مره من تدخل شنو تفسير هاي؟ انا قلت خلاص هاي حبيبي والله بعد الكره هذه قلت خلاص، قلت هنا الاستاذ العزيز خابر من الان قول لهم خلي يحجزون الطوارئ الغرفه، لانه خلينا نحضر نفسنا شكلنا سيناريو ماريا اساسات راح ينعاد، ما بيه حيل مغذي وما مغذي ما بيها غير شيء. هاي الفرصه والله جننت خلاص، كميه الفرص اللي ضاعت بعدها شيء جنون. توريس انت ايش بيك اليوم؟ سجلت واحد وضيعت مليار، ايش بيك؟ يرحم ابوك. هاي المرمى ايش قد؟ المرمى ايش قد قياس مالتها؟ ايش قد قياس مالتها؟ ليش تضيع؟ ليش تضيع؟ بس اللي تفهم ليش تضيع. الحل الوحيد يا صديقي العزيز انه يكبرون المرمى في 20، يسووه في 20 على مود اللاعبين ما يضيعون. هذا الحل الوحيد، خلاص انتهت حلول الارض، ماكو اي حل اخر على هاي النقطه. هلا برشلونه كان فايزه، سجلوا علينا التعادل بطريقه كره واحده سجل تعادل خلاص. اوكي بالشوط الثاني كان لهم فرص اكثر واستغلوا تماما نقطه فخ التسلل اللي لعبوها من جديد. جارسيا وقع في هذا المطب. شوف دائما التركيز من قبل برشلونه يكون على اول لاعب موجود بهذا الخط اللي هو خط التسلل، لكن نفس الوقت اكو لاعب يلعب وهمي اللي هو هذا هو اللاعب متسلل، لكن عندك لاعب اخر يحب يتحرك بهذه المساحه وما يكون التركيز عليه ويخطف الكره تماما. كم مره برشلونه وقع بهذا المطب؟ شوف كان طبعا سنتيمات، شوف منو اجى هنا؟ اجى هذا اللاعب الثالث، وهاي كانت سبب هدفهم اللي شفناه، ولكن هذه احتسبها تسلل، بس هنا ما كانت تسلل بالنسبه للحكم واحتسبها هدف. نفس السيناريو اخي العزيز، شوف كيف اجى حامل الكره او حامل الهدف، هذه كل المساحه استغلها وضربها بدون اي مراقبه. تلاحظ صار اللاعب الثالث وراح وسجل هدف، سجل هدف على برشلونه بهذا السيناريو. هنا سجل تعادل وكان المباراة تذهب إلى أمور أسوأ، لكن الأمر الرهيب أنه برشلونة كان عنده فرص كثيرة ووجد الفرص بكل أريحية وما كان هناك مشكلة على إطلاق. ديونغ أخذ التمريرة من جديد بطريقة ولا أروع. فيران توريس تحسب إلى بدي أقول لك عملية صناعة الفرص وعملية تحسه لاعب وسط ما تحسه لاعب مهاجم على إطلاق. وديونغ على طولة البال يا رجل ضيعتها، لا خلاص هاي همنا لو فيران توريس ضيعها يا الله. هذه كانت الراحه. ده تشوف لي هسه راح صوتي خلاص. وطبعا بعدها هم توريز ضيع هاي الكره الغبيه. يا ربي والله ما اعرف امدح يا اخي، ما اعرف ابكي يا اخي، ما اعرف افرح يا اخي، والله ما صايره. هاي مباراه لازم تدخل موسوعه جينيس يا رجل. يا رجل شنو هذه؟ راوغ الكون كله وما سجلها يا رجل. هذول دا يستبسلون بالدفاع، دمروا نفسهم. الشوط الثاني كان مجنون اوكي، وهم ضيعوا يعني هذه يا اخي. الراشفورد العزيز اعطاه انفراد امام المرمى ضيعها. شوف التمريره من ديونغ يا اخي، شتريد بعد يا رجل، شتريد بعد ايش بيكم؟ خليها في اثنين لانه شوف يلا يا رب. قال لك لا وين خارج المرمى اسددها هناك. وبعدين اجى واخيرا الهدف الذي بذل فيه جهود هائله لامين يامال، رجع الكره من الخط تماما وراح بيها واعطى هدف. كان هم راشفورد يريد يضيعها تمام، ولكن بالنهايه قال لك لا خطيه خليه يسجل، وما احتسب التمريره للامين يامال. المدافع رجعها وبوم في المرمى، وبرشلونه فاز بعد هذا الهدف بعد معاناه. الشوط الثاني كان هناك فرصه جديده لإلتشي، الحمد لله ضيعوها، ما تقولي كيف، كان ممكن يسجلون تعادل. الفائده الوحيده طلع ب3 نقاط، جايب 3 نقاط، صداره مستمره، تصبح على صداره، تصبح على خير بهاي النقطه. النقطه السيئه فقدان التركيز. اذا استمر الوضع بهذه الطريقه من فقدان التركيز وعدم تسجيل، هذه علامه شك. ما اعرف اللاعبين يحس فليك اذا ما تفيد الدروس الفنيه والتكتيكيه. اكو دروس كاراتيه، اكو دروس معاركه، اكو دروس بوكسات، عصا، استخدم الطريقه اللي تحبها. محلل موهوب، اللي تريده سوي، اللي تريده سوي، والله سوي اللي تريده. اضرب اللاعبين، قل له اشوف رجلك ما بيها شيء، تعال بوم اضربه واحده ثانيه ثالث، ايش قد ما يضيع تضربه واحده. هذا الحل الوحيد. ايش قد ما تضيع فرص، ايش قد ما تضيع اهداف، تنضرب في لا والله واحده في 3 عم تيجي بعد خلاص يقول لك الا اسجلها. ايش بيكم؟ عارفين شو اول ما تضيعون؟ لا ما تسجلون وانما تضيعون. حتى انا صرت اخربط. ولا مباراة كانت سهله. دفع الضريبه شنو؟ كوندي حاليا عنده انزعاج، ما تعرف هسه كوندي عنده كانسلو، لكن موضوع فينا هذا العشق. هسه احنا بيدري ويا دوب كليه واحده
تحس النادي حاليا على كليه واحده، رافينا راح نصير بدون كليتين، تشتغل طوارئ. يعني هذا راح يكون وضع برشلونه حاليا. فاتمنى رافينا ما تكون الامور صعبه صراحه، واتمنى نكون انزعاج، ولو كان هناك خطر ممكن ما يكون يشارك تشكيله اساسيه في مباراه الكاس امام الباستي اللي راح يكون متحمس نفس الثور اليوم مال إلتشي دي يتدخلون. كره لامين دا يقولون ما بيها شيء، لكن صراحه همي انا خفت عليها. واضح تماما انه اكو لاعبين دا يدفعون ضريبه الضغط البدني وضغط الدقائق الكثيره، في نفس الوقت لازم تستمر بالصداره، وحاليا هي عمليه ضغط على ريال مدريد اللي هم بفارق 4 نقاط، لازم غدا يفوزون امام رايو فايكانو في البرنابيو، صفرات استهجان وغيرها. انت تصدق او لا تصدق، من رغم كل هذا راشفورد لحد الان مسجل في الموسم 10 اهداف يا صديقي العزيز، ومساهم ب 12 هدف اسيست. هذه ارقام لاعبين برشلونه باسوء الاحوال. فعجاب غراب، ما عاد عندي اي تعليق اخر، ما اقدر اركز اكثر. خلينا ناخذ تعليقات ونترك هذه الحلقه المجنونه بتحيه لامين وتحيه لديونج. رافينا وكوندي غير مصابين، ان شاء الله تكون احترازيه وماكو مشكله، وحتى لو اكو اي خطوره لا يشاركون اساسيا امام الباستي، يكونون بدكه احتياط خلص، هذا افضل شيء. لامين اليوم مباراة خيالية صراحة، الرجل بدع يا رجل. اليوم حتى بالدي عمل تمريرة صح ضيعها أول مرة. أنت تخيل امبابي كان طالع اليوم جايب سكور، كان جايب ايش قد عنده 22 هدف، كان اليوم صاير 44 هدف. تخيل عندك امبابي بمكان هذولا، هالاند او ويلي، هذا الثنائي امبابي وهالاند واحد منهم ابتكر رجل يسجل 10 اهداف. موضوع راس حربة ما عنده الله يسعد فيه. ما اعرف شلون راح ينام اليوم بالليل، كوابيس اليوم. الله يساعدك الله يساعدك، ما اعرف شنو صار اليوم معه. اخ يا ربي شنو هذا السيناريو. حبيبي تسلم يا علي، شكرا استاذي عزيز، شكرا صديقي. اخ يا ربي اي والله يا اخي، لا اقول لك لازم تقول واحد الحمد لله على السلامه. احس وراء انا فقدت 200 سعر حراري بهاي المباراه، دا اقول شلون دا اضعف في اخر فتره، ضاعف شويه هسف دامت بشهر الاول ايش دا ضعف. كانسلو متى ما اشراكه لانه النقطه اللي صارت واضح ما كان يريد يخاطر دفاعيا، لذلك ادخل اراوخو يحتاج الى دقائق. فعلى العموم صراحه ماكو داعي كانسلو، كان ضامن الفوز بهذه الدقائق. نخلي اللي خاصه كاس اكو مباريات جايه بعد كثيره هوايه. والله بس عندنا مهاجم ما نريد دفاع نريد مهاجمين. والله ترى يعني يا رجل فكره فليك الهجوميه مجنونه. يمكن انا اشوف نسخه فليك هجوميا اقوى من نسخه بايرن، كافكار، كحالات فنيه، كتكتيك، كتجهيز للاعبين. لكن تحس اكو فرق شاسع ما بين الفورمه اللي كانت موجوده عند لاعبين بايرن، لا ننسى سوله دوري الرومان طبعا. الجوده في الانهاء سيئه جدا صراحه. هاي الفرص لو يستغلون 2 منها بشوط اول متقدم 3 انتهت المباراه، تريح تهدي المباراه، تهدي رتم وخلاص تخرج المباراه وانت مرتاح. ليش تخلي الجمهور كله يجي بهاي الحاله يا اخي؟ وين اذا يجيبون الفارس وينزو فرنانديز ارتاح يا اخي. الفارس على السوء ما اعتقد راح يضيع هذا يا رجل، ما يكون اسوء من توريس، مع احترامي لتوريس وليفانسكي وكل موجود يقدموه على عين الراس، لكن هذا لا يليق به برشلونه بالنهايه. على العموم الف مبروك الصداره، ننام واحنا مرتاحين بعد ما خلاص اخذنا اللي صار بالمباراه. فيلا المهم انه اخذنا 3 نقاط وما نعاد سيناريو ريال سوسيداد السيء. برشلونه كان ممتاز في حالات كثيره في بناء اللعب، في عمليه الضغط العالي كان جيد، عمليه دفاعيه للامين رافينا كانت ممتازه، لكن تضييع الفرص يمكن هو اللي كان سلبي جدا، واللي اعتقد كان نقطه خلينا نقول السلبيه اللي عملت تغطيه على النقاط الايجابيه اللي كانت موجوده اليوم. كان اكو امور جدا ايجابيه من وجهه نظري. على العموم القادم افضل ان شاء الله واجمل. غدا راح يكون اكو مباراه ريال مدريد رايو فايكانو الساعه 4 بتوقيت العراق، ما اعرف ليش يختارون هذا التوقيت العجيب الغريب، دمروني به. مع ذلك ان شاء الله راح نكون متاحين، وبعدها بالليل راح نتكلم حول جوانب اخرى جيده. مباراه قادمه برشلونه هي امام الباستي بكاس، انا بدي يوصلون النصف. المهم 3 نقاط وتشاو، تصبحون على خير والصداره موجوده والحمد لله على السلامه. ما انسى معكم، شكرا.